بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنحل الاختبار على الدرس الأول اللي هو الحركة في اتجاه واحد، علوم تالتة إعدادي ترم أول، من كراسة التدريبات اليومية لكتاب الامتحان. السؤال الأول: افترض أن هناك سيارتان واحد واثنين تتحركان في نفس الاتجاه بسرعتين مختلفتين، ثم استخدم الكلمات والكميات الفيزيائية التالية في إكمال العبارات التي تليها. الكلمات اللي هي غير منتظمة 90 كيلومتر على الساعة، 30 دقيقة، متوسطة، منتظمة 48 دقيقة، 30 متر على الثانية. بيسأل على ايه؟ رقم واحد: تتحرك السيارة واحد بسرعة نقط مقدارها نقط لأنها تقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. بيقول لي تقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، إذا تتحرك بسرعة منتظمة. طيب مقدارها كام؟ وهي أسرع من السيارة 2 التي تتحرك بسرعة مقدارها نقط. طيب السيارة واحد عندي سرعتين في الاختيارات، 90 كيلومتر على الساعة و30 متر على الثانية. عاوزين نشوف مين فيهم الأسرع، فهنحولهم الاتنين لوحدة واحدة. هنحول 90 كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية، نضرب في 5 على 18 هتساوي 25 متر على الثانية، ودي سرعتها ودي هنا السرعة 30، يبقى إذا الأسرع اللي هي 30 متر على الثانية. يبقى تتحرك السيارة واحد بسرعة منتظمة مقدارها 30 متر على الثانية، وهي أسرع من السيارة 2 التي تتحرك بسرعة مفيش اللي هي 90 كيلو متر على الساعة. طيب رقم 2: تستغرق السيارة 2 زمنا قدر نقط في قطع مسافة قدرها 72 كيلو متر. السيارة 2 اللي سرعتها 90 كيلو متر على الساعة والمسافة 72 كيلو متر. عاوز زين هتساوي فيها على عين، زين هتساوي فيها على عين، فيه 72 وعين ب90 هتساوي 8/10 ساعة. مفيش 8/10 ساعة في الاختيارات، في دقائق، يبقى هنحول الزمن دهوت لدقائق. من ساعة لدقيقة هنضرب فيه 60 هتساوي 48 دقيقة، يبقى إذا 48 دقيقة. يبقى إذا تتحرك السيارة واحد بسرعة منتظمة مقدارها 30 متر على الثانية لأنها تقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، وهي أسرع من السيارة 2 التي تتحرك بسرعة مقدارها 90 كيلومتر على الساعة. طيب السؤال التاني: ب صوب ما تحته خط. رقم واحد: حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن يساوي العجلة. حاصل ضرب عين في زين هتساوي، بيقول لي العجلة مش العجلة، امال هتساوي ايه؟ ف اللي هي المسافة المقطوعة. طيب بعد كده رقم 2: يمكن تحديد مقدار سرعة السيارة مباشرة باستخدام البوصلة باستخدام عداد السرعة. طيب رقم 3: النتائج الموضحة بالجدول المقابل، جدول اهو، تمثل حركة جسم بسرعة تناقصية. واحنا خدنا حاجة اسمها سرعة تناقصية، خدنا السرعة اما منتظمة او غير منتظمة. طيب عايزين نشوف السرعة كده في اول قيم. المسافة 10 والزمن واحد، 10 على الواحد هتساوي 10، يبقى هنا السرعة ب10. 20 على 3 6 وشوية، 30 على 6 فيها 5، إذا السرعة غير منتظمة. إذا تتحرك السيارة بسرعة غير منتظمة. طيب رقم 4: قياس السرعة النسبية لسيارة متحركة يعتمد على أحوال المراقب، يعتمد على أحوال الطريق، ويعتمد على حالة المراقب واتجاه حركته لو بيتحرك. طيب بعد كده رقم ج: تحرك جسم بسرعة متوسطة مقدارها 25 متر على الثانية خلال 5 ثانية، ثم تحرك بسرعة متوسطة مقدارها 22 متر على الثانية خلال 7 ثانية.
احسب السرعة المتوسطة من بداية الحركة حتى نهايتها. هنجيب مديني سرعة ومديني زمن، هنجيب فيه واحد. فيه واحد هتساوي عين واحد في زين واحد. عين واحد ب25 في زين واحد ب5 مفيهاش تحويل، هتساوي 125 متر. طب هنجيب فيه 2، هتساوي عين 2 في زين 2. عين 2 ب22 في زين 2 ب7 هتساوي 154 متر. هنجيب عين شرطة السرعة المتوسطة، هتساوي فيه واحد زائد فيه 2 على زين واحد زائد زين 2، هتساوي 125 زائد 154 على 5 زائد 7، هتساوي 23.25 متر لكل ثانية. السؤال اللي بعد كده، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1: عندما يستغرق جسم متحرك ضعف الزمن اللازم لقطع نصف المسافة فإن سرعته تقل إلى النصف، ولا تزداد إلى الضعف، ولا تقل إلى الربع، ولا تظل ثابتة. هنعمل مثال. لو عندي ف ب10 وزين ب1، عين هتساوي 10 عشان 10 على 1 هتساوي ايه؟ هتساوي 10 مثلا متر لكل ثانية. طيب لو الزمن زاد للضعف، يعني زين بقى ب2 ونص المسافة، ف بقت ب5، كانت ب10 بقت ب5 والزمن كان ب1 ثانية بقى ب2 ثانية. هنجيب عين هتساوي 5 على 2 هتساوي 2.5. كانت 10 ولما الزمن زاد للضعف والمسافة قلت للنص بقت السرعة 2.5. ايه علاقة 2.5 بال10؟ ربعها، يبقى إذا تقل السرعة إلى الربع. طيب بعد كده رقم 2: يفضل التعبير عن السرعة الغير منتظمة بمصطلح السرعة غير منتظمة. يفضل التعبير عنه بإيه؟ السرعة المنتظمة ولا القياسية ولا المتجهة ولا المتوسطة؟ المتوسطة. طيب رقم 3: استغرق أحد التلاميذ زمنا قدره 3 دقيقة للانتقال من منزله إلى مدرسته متحركا بسرعة متوسطة قدرها 5 متر على الثانية. أي مما يلي يساوي المسافة بين منزله ومدرسته؟ مديني زين ب3 دقيقة والسرعة ب5 متر على الثانية، يبقى فيها تحويل. عشان يتحطوا مع بعض في قانون لازم نحول الزمن لثواني، من دقائق لثواني نضرب في 60، يبقى 3 في 60 هتساوي 180 ثانية. عندي زين وعندي عين، أجيب ف هتساوي عين في زين 5 في 180، 5 في 180 هتساوي 900 متر. مفيش في الاختيارات 900 متر، في 48 وفي 15، الاختيارين دول لا مينفعوش. فهنحول المسافة من متر لكيلو متر، هنقسم على 1000 هتساوي 9/10 كيلو متر. رقم 4: إذا كانت السرعة النسبية لسيارة 20 كيلومتر على الساعة بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة 40 كيلومتر على الساعة في نفس اتجاهها، فإن السرعة الفعلية للسيارة تساوي كيلومتر على الساعة. عندي عين الفعلية هتساوي عين النسبية زائد عين المراقب. عين النسبية 20 وعين المراقب ب40، 20 زائد 40 هتساوي 60 كيلومتر على الساعة، يبقى الاختيار 60 كيلومتر على الساعة هو الصحيح. طيب بعد كده رقم ب: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ. تعتبر حركة المترو على القضبان مثال للحركة في اتجاه واحد. صح. العاملان الأساسيان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما هما السرعة والزمن. غلط، مسافة وزمن.
طيب رقم 3، السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مضروبة في الزمن الكلي، لا مقسومة على الزمن الكلي، لازم نقاطع هذه المسافة. رقم 4، تبدو السيارة المتحركة بسرعة ما بالنسبة لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس اتجاهها وكأنها تتحرك بسرعة أكبر من سرعتها الفعلية. غلط، بس تبدو أنها بتتحرك وتبدو أنها ساكنة. طيب بعد كده رقم ج، قطار بدأ رحلته الساعة 7 صباحا، فمتى يكون موعد وصوله؟ إذا كان القطار يتحرك بسرعة 100 كيلومتر على الساعة ليقطع مسافة قدرها 500 كيلومتر. مديني عين ومديني ف، وعاوز زين. زين بتساوي ف على عين، ف 500 وعين ب100 هتساوي 5 ساعة، 5 ساعات، هيوصل بعد 5 ساعات. طب هو مشى الساعة كام؟ 7، يبقى موعد وصوله 7 زائد 5، هو طلع الساعة 7 بعد 5 ساعات يعني 12، هيوصل الساعة 12 ظهرا. بعد كده اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1، تغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. الحركة طالما تغيير في الموضع. طيب رقم 2، السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها جسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. السرعة المتوسطة. طيب الشيء الذي يتحرك بسرعة ثابتة في الفراغ. الموجات الكهرومغناطيسية. طيب رقم 4، سرعة جسم متحرك بالنسبة لمركب ساكن أو متحرك. ده تعريف السرعة النسبية. بعد كده تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة منتظمة وسجلت المسافات التي قطعها هذا الجسم في أزمنة مختلفة كما بالجدول المقابل. أكمل ما يلي. سرعة الجسم تساوي سرعة الجسم ف على زين، عين بتساوي ف على زين، أي قيمة والمقابلة ليها. 3 على 1 هتساوي 3، 6 على 2 هتساوي 3، يبقى 3 متر على الثانية. طب قيمة س، قيمة س اللي هي زين، زين هتساوي ف على عين، ف المسافة بكام؟ ب9 وعين ب3، 9 على 3 هتساوي 3 متر الكل 3 ثانية، 3 ثانية عشان ده زمن. طيب بعد كده رقم 2، متى يحدث كل مما يأتي؟ رقم 1، تعتبر حركة جسم أبسط أنواع الحركة. إمتى؟ إذا تحرك الجسم في اتجاه واحد في خط مستقيم. طيب رقم 2، تكون السرعة النسبية لجسم متحرك مساوية لسرعته الفعلية عندما يكون المراقب ساكن، يبقى السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية. طيب رقم ج، علل السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عمليا. لأن سرعة السيارة تختلف باختلاف أحوال الطريق. نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم.